إذا أنت حاليا ترفع علي سلاح وتسألني ما هي عقيدتك في أبو بكر وعمر، أنا مضطر بعد إلى أن أكتم إيمان. فهي أولا مسألة عقلائية ومارسها هم رسول الله صلى الله عليه وآله في الدعوة السرية. لا يا شيخ، الدعوة السرية بخلاف التقية. الدعوة السرية ان انا بمشي ولا اروح للعدو واتنازل واجلس مع العدو وادعو فلان وفلان وفلان سرية، لكن لا اذهب للعدو واظهر له بخلاف ما ابطن. ازاي وهم كان يقول لهم اني رسول الله؟ الله قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله، فالنبي ما كان يخشى احد. بس انا دلوقتي يا شيخ انا مش حاطط لك مسدس وانت في بث مباشر. ما هي عقيدتك في عائشة يا شيخ؟ لا ترضى عنه. الله أكبر. هي دي بقى يا شيخ. لماذا يا شيخ بما إن دي عقيدتكم لا نرى السيستاني يخرج عقيدته صريحة الآن في عائشة وفي عمر؟ لماذا لا نرى خامنئي الآن يخرج عقيدته صريحة في عائشة وعمر؟ وما فيش حد واقف له بالسلاح. يبقى التقية عندكم دين وعقيدة وليس موضوع سلاح يا سماحة الشيخ.